بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا كلمات مختصرة وما ورد لا نكررها مرة ثانية. نشكر الأخوة عنهم الشيخ عبد الله صالح الكثيري على الدعوة الموجهة للجميع اليوم من شأن المجلس الوطني. نبارك المجلس الوطني، وقد قرينا واستمعنا ما دار به في المملكة العربية السعودية وباركنا ذلك، ولكن نحن خايفين من تنابزه هنا في حضرموت. حضرموت فيها مصايب وفيها بلاوي كثيرة. الهبة قد لقوا منها هبات، والأحلاف قد لقوا منها حلافات. فالأمور تبغى جهد من الجميع، وإذا كان المجلس تريدون له النجاح لا بد من الجميع تتكاتف وتتفق وتبذل جهد جدا قوي من أجل إنجاح المجلس. المجلس الآن كالمطية جاهزة، ما باقي إلا على الباقيين. وإذا تريدون المجلس روحكم القومة دي خلوهم كل حد عقله، لكن نحن نقول لا، المجلس قد قام والمجلس قوي، ولا بد من المكونات لعادة تكون في ظل المكونات. ننتبه من اللي هم يعطلون، واعتقد أن الجميع عارف اليوم ما عادش يخافي على حد. الشاشات والتليفونات وضحت للناس من مع حضرموت ومن ما هو مع حضرموت، ومن اللي يده زينه ومن اللي يده ما هي بالكل. لا بد نكون متكاتفين ومتعاونين على هذا المجلس إذا أردنا نجاحه. باختصار ما في داعي نتداخل في بعض الأمور، يمكن لسان التفعى حد والله على حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.